تعالوا نعمل النهارده عصير الكنتالوب. شايفين شكله وشايفين جماله، بجد منعش قوي في الجو الحر ده. لازم تجربيه، طعمه خطير. من اجمل العصاير اللي هتعمليها عصير الكنتالوب، خطير خطير خطير. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك العصير القمر ده عاملينه ازاي، ولازم تجربيه. كل اللي انا محتاجاه منك لبن او حليب ويكون متلج بالشكل ده، والكنتالوب بتاعنا والنعناع، والتحليه لعسل لسكر. خلاص، تعالى اقولك على طريقتين لتقشير الاناناس او الكنتالوب. اول حاجه هقشره عادي خالص كده زي البطاطس، ودي بالنسبه لي دي اسهل طريقه. شايفه بامانه العصير ده طعمه تحفه. وبعد ما بنقشره بالطريقه دي هتقسميه نصين وبالمعلقه بالشكل ده زي ما انا قلتلك. بالنسبه لي دي اسهل طريقه. يبقى دي اول طريقه. تاني طريقه بنجيب الاناناس بتاعك بتقسميه كده، هنشيل البذر بتاعه برضو بالمعلقه. في ناس كتيره ما بتعرفش تتملك في الكنتالوب وهو سليم، فبتقطعه خرط بالطريقه دي وبتقشره. وبعد ما بتقطعيه كده بتقشريه بقى بكل سهوله. وبس كده، دولت اسهل طريقتين المناسبه ليكي واللي انت حبيتيها قشري بيها. هنقطعه بقى مكعبات بالشكل ده. وبس كده هننزل بقى بالاناناس بتاعنا في الخلاط على طول بالشكل ده. بعد ما انت قشرتيه وخرطتيه بالطريقه دي. معايا نعناع اخضر. ماري ينفع يتعمل ناشف؟ لا، الوصفه ده عايزه نعناع فريش بالطريقه دي. وهتنزلي باللبن او الحليب بالشكل ده، واهم حاجه يكون متلج. اللبن متلج بس بصوا بيتفك معايا بكل سهوله، عشان ما يبقاش متلج قوي وتحطيه في الخلاط ويبوظ منك وتقولي ده انا حطيته بتلجه. لا بصي فكك معايا على طول. والتحليه زي ما انا قلت لك، لا عسل ابيض لا سكر، انا هحليه بالسكر. والتحليه دي حسب رغبتك طبعا، تحبي الحاجه مسكره قوي بتحبيها مظبوطه ده براحتك. هنزل كمان بحوالي نص كوبايه من الميه وبس كده. تروحي تضربي لي بقى وتشربي احلى عصير. وبس كده خلص العصير بتاعنا. بجد مفيش احلى ولا اطعم منه. لازم تجربيها، يعجبك قوي، واتمنى ان انت تجربيه ويعجبك.